العطاء والكرم. العطاء والكرم له أنواع كتير، منهم إن أنت تبقى كريم مع حد بفلوسك أو بوقتك بمشاعرك، ليه أنواع كتير جدا. بس في نوع مهم جدا من الكرم والعطاء مش معروف عندنا قوي، أو مش ناس كتير قوي بتعمله، هو الكرم والعطاء مع النفس. بمعنى أنت النهاردة عشان تقدر تدي حد، سواء هتديله من وقتك أو من مشاعرك، لازم يبقى أنت الأول مليان، لازم يكون انت عندك طاقة عشان تقدر تفضل تكمل في اللي انت بتعمله. زي مثلا تعالوا نتكلم عن كرم او عطاء الفلوس. انت ينفع تدي حد من محفظة فاضية، او لو معكش فلوس خالص ينفع تدي حد، مش هتقدر تدي حد حاجة. تمام؟ فلازم تملى محفظتك الاول عشان تقدر تطلع منها. نفس الكلام بالظبط مع النفس، انت ما ينفعش تدي من نفس فاضية. للأسف الشديد جدا ساعات كتيرة جدا، بالذات لما الموضوع بيكون متعلق بالناس قريبين مننا او ناس بنحبهم، بنفضل نضحي 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 لحد ما بطاريتنا تفضى، ولحد ما احنا من جوه بنكون فاضيين، وبنفضل نكمل في العطاء ده لحد ما بنتحرق وبندخل في مرحلة اسمها ايموشنال بيرن اوت. انت خلاص فضيت ومش قادر وجبت اخرك. تمام؟ طيب الحل ايه؟ الحل ان انت تشوف حاجة بتحبها وتعملها. يعني اي حاجه بتدخلك في ستيت اوف فلو. ستيت فلو مينينج حاجه تعملها ممكن يعدي عليك 3 4 ساعات وانت مش حاسس انت بتعمل ايه. انا مش بقول لك اقعد 3 4 ساعات تعمل الحاجه اللي انت بتحبها وسيب كل حاجه تانية حواليك، بس على الاقل ان شاء الله تعمل منها 5 10 دقائق ربع ساعه، اي حاجه تشحن طاقتك عشان تعرف تفضي منها. لكن اللي بيحصل ساعات ان احنا بنحس لما بنعمل الحاجه اللي احنا بنحبها جنب تضحياتنا للناس اللي بنحبهم، بنحس ان احنا كده خناهم او ان احنا كده قصرنا معاهم. والحقيقه لا، المفروض كرم نفسك او عطائك لنفسك يجي الاول قبل عطائك للاخرين، لان انت ما ينفعش تدي من حاجه فاضيه، فانت لازم تملى نفسك الاول وبعد كده تدي التانيين. انا مش بقول انك تبقى اناني معاهم ولا ان انت تفضل نفسك عليهم ولا اي حاجه من الحاجات دي، لا، بس كل اللي انت محتاج له حاجه تشحن طاقتك عشان تفضل تكمل. فاقعد مع نفسك وخش جواك واعرف ايه الحاجة بجد بجد اللي انت بتحبها او اللي انت لو عملتها بتشحنك، وابدأ اعملها كل يوم في وقت صغير جدا عشان تفضل مشحون وتقدر تكمل عطائك للناس التانيين. فكرمك مع نفسك هو كرمك لكل اللي حواليك. Thank you.